لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أكثر أهل النار النساء. تعالوا كده نبص حوالينا هتلاقي كل حاجة اتغيرت. طبع البنات اتبدل طبعا، وكلامهم وتصرفاتهم ولبسهم وبرفاناتهم. والناس اللي بيبان شعرها ايه يا جماعة اهدوا شوية، طبعا الا من رحم ربي. هو ده التطور؟ لا والله ده قلة أدب مش تطور. وكل ده علشان ايه؟ ولا حاجة. بتخسري دنيا وآخرة على الفاضي. يعني لو ما حطيتش ميك اب وانت خارج هنشوفك وحشه مثلا، ولا لازم تكوني حلوه علشان الناس تقول شوف ياض المزه دي؟ طب اقسم بالله في بنات بتحط ميك اب معلش بالكلمه يعني مش بتكون حلوه، يعني لا جمال ولا طبيعه، كل تمثيل في تمثيل. وفي ناس هتقول لي يا عم كنت بصرخ خليك في حالك، تمام معاك حق. بس تعالى كده معايا على ارض الواقع بجد، عاجبك حال البنات؟ انا مش بعمم، في بنات محترمات وملتزمات على دماغي من فوق. بس اللي حصل في المجتمع ده حاجه توجع القلب. انت متخيل ان دول في يوم من الايام هيبقوا امهات؟ هيعلموا عيالهم ايه؟ احنا بنتطور من اوحش لاوحش. ومش هقعد اقول التربيه والكلام المعتاد، لان في بيوت محترمه ومع ذلك البنات بتطلع لا حول لها ولا قوه. نصيحه مني لكل بنت، بلاش يا بنت الناس، حاول تغيري من نفسك وقربي من ربنا، علشان لما تروحي له تكون اخرتك حلوه مش نهايتك في النار بسبب حاجه شايفاها حريه شخصيه. عارف ان الكلام مش هيعجب ناس كتير، بس انا طالع اقول نصيحه لله. سلام.